صدقي في نفسك انك هتعرفي تعملي اللي انت عايز تعمليه حتى لو فشلت فيه 100 مرة. وده اللي انا جايه اتناقش فيه معاكم النهارده. امتى هكون عارفة ان المرة دي انا هنجح في اللي انا عايزة اعمله؟ امتى هكون متأكدة ان الفكرة اللي جات لي هي انسب فكرة ليا؟ امتى كل الكلام اللي بيفضل يشغلنا عن مدى قدرتنا على فعل الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، وبغض النظر عن كل الكلام اللغة العربية الفصحى اللي انا عمالة اقوله ده، بس فاطمة النهاردة اللي بتكلمكم هي بتحاول تبقى فاطمة الحقيقية، اللي بتبقى كده مع نفسها، فاطمة بأفكارها وفاطمة بتجاربها. وهنا التشانل بتاعت فاطمة، يعني لو اخدين بالكم او مش اخدين، فالتشانل الاسم بتاعها اتغير، بقت فاطمة زواي او الطريق بتاع فاطمة، لانه انا حسيت انه ده فعلا الهدف من الحاجة اللي انا عايزة اعملها، الهدف من التشانل والهدف من حياة فاطمة من دي وان فاطمة عرفت فيها او معرفتش فيها. اللحظة او الوقت اللي كانت فاطمة طول الوقت بتعبر فيه عن نفسها، هو ده كان طريق فاطمة من الاول، هو ده الشكل اللي فاطمة عملت عشانه التشانل. مش عشان اي حاجة تانية، مش عشان شهرة، مش عشان فلوس يوتيوب، مش عشان اكون بقدم اي حاجة، مش عشان البنات، يعني مش عشان اي حاجة غير ان فاطمة دايما بتعبر عن نفسها بالشكل ده. ففيديو النهاردة جاية مش عشان اشجعك واقولك قومي حاربي عشان حلمك، انا جاية عشان انتي بعد ما تخلصي الفيديو هتقومي وتعملي الحاجة اللي انتي قاعدة وهارية نفسك تفكير عشانها، او اوريدي انتي بتعمليها بس مش واثقة انك هتعرفي تعمليها تاني، او مش واثقة انه اخرها فعلا الحاجة اللي انتي عايزة تعمليها. تقريبا دي كانت واحدة من اطول واصدق الانترو اللي انا كنت بصورها في كل الفيديوهات اللي فاتت، لانه اخيرا بعد طول معاناة قررت انه انا هصور كأنا، مش از يوتيوبر، مش واحدة طالعة تتكلم تقولك اعملي كذا كذا كذا. انا طالعة في التشانل من بداية الفيديو ده طالعة اتكلم معاكي. فخلينا نبدأ. اعملي لايك وشير لو حبيتوا، وكومنت كمان لو حابين المحتوى، ويلا بينا نبدأ على طول. رقم 1، مش الطبيعي انك تعرفي تعملي الحاجة بيرفكت قوي من اول مرة. ومش معنى انك عملتي الحاجة بيرفكت قوي من اول مرة انك كل مرة تعرفي تعمليها باحسن شكل ممكن. ومش كل الناس اللي حواليك اللي بيعملوا حاجات كل مرة بتبقى حلوة قوي، مش كل مرة تعرفي تاخدي فيها الفول مارك. اللي اخترع اللمبة بعد 100 محاولة عارف يعملها صح. اللي بتعمل كل يوم فيديو مش كل مرة هي بنفس الحماس، مش كل مرة هي بنفس الطاقة انها تصور، مش كل مرة الفيديو يكون مقتنعة بيه، مش كل مرة بتبقى حاسة ان هي كفت ووفت في المونتاج او في الكلام اللي هي بتقوله او في نوع المحتوى اللي هي بتقدمه. اللي بينزل جيم مش كل مرة بيعمل احسن تمرينة، مش كل مرة يكون حماس، مش كل مرة بيبقى طالع من الجيم مبسوط. فالطبيعي الملخص من اللي انا بقوله انه مش عشان انتي بتعملي حاجة فتتوقعي من نفسك انك تعمليها صح من اول مرة، وتتوقعي من نفسك انك كل مرة هتعمليها حلو قوي. حتى اللي بيمتحن اي مادة، شوفي اكتر مادة انتي كنتي بتحبيها في المدرسة كانت ايه؟ هل كل امتحان ليها كنتي بتجيبي فيها الفول مارك؟ لا، ده مش الطبيعي. ما تحمليش نفسك عقد المثالية او ما تحمليش نفسك حاجة اصلا مش طبيعية عشان بس عقلك بيهيألك انه انا لازم اعمل الحاجة الفلانية بالشكل الفلاني طول الوقت. ده مش واقعي، وربنا ما خلقناش بالشكل ده. احنا مش روبوت. حتى الروبوتات على فكرة، الروبوت واخواته مش دايما صح. انتوا عارفين انا يعني تقريبا استعمال الشات جي بي تي بقى 0% دلوقتي و2%. ليه؟ الروبوت وشات جي بي تي بقى بشع جدا، بجد بقى بشع جدا. فحتى الروبوت مش مقنع طول الوقت. نيش على عاتقك وعاتق اللي حواليكي وعاتق حياتك مسؤولية انك لازم تكوني كل يوم تاخدي الفول مارك في اليوم بتاعك. كانت اول حاجة واول فكرة انا كنت عايزة اتناقشها معاكم النهاردة. تاني حاجة، انا كنت جايبة مروحة عشان اهوي، عشان قافلة المروحة العادية، فالجو حلو الحمد لله يعني. تاني حاجة لازم تكوني عارفاها عن نفسك هو انه وانس ان الفكرة جاتلك قومي اعمليها، حتى لو مفيش 1%، يعني هو بس 1% معاكي اللي ممكن يقدم لك الحاجة دي. يعني مثلا انا هكلمكم شوية عن امثلة عن حياتي مثلا، او الحاجة اللي هتيجي في بالي على طول مش مرتبة لها قوي، بس
انت عايزه تكوني يوتيوبر، تمام، وما عندكيش دلوقتي غير موبايل واضاءه شمس، وعندك فكره، قومي صوري، قومي اكتبي سكريبت، قدمي، اعملي التشانل، يعني ابدأي في انك تعملي التشانل، حطي لها الصوره اللي انت عايزه تحطيها لها، اكتبي اسم التشانل، اعلني لاصحابك انك هتعمليها، بس بلاش تعلني والله عشان حاجات اوقات كده بتبوظ واحنا بنقرر نعملها عشان بس قررنا ان احنا نتكلم عنها. المهم انك تبدأي ولو 1%، المهم انك تحتفظي بالفكرة اللي عندك. دي كانت مشكلة كبيرة جدا عندي، جات لي فكرة فيديو خطيرة، والفكرة دي انا بجد لو ناقشتها هعرف اعبر فيها وعشتها وهعرف اتكلم عنها قوي، بس حاضر هبقى دلوقتي هجيب النوت بوك واكتب. بطلت اعمل الموضوع ده لانه انا مش هجيب النوت بوك واكتب، ممكن لو كتبت في النوت بوك انسى اصلا المكتوب، كنتش مهتمه ان انا افتح النوت بوك واعرف انا كاتبه فيها ايه. هقوم اعمل اي حاجه وهبقى افتكر، واجي بقى وقت ما انا عايزه اكتب السكريبت فعلا انا الفكره راحت من دماغي خالص، وكل الكلام اللي كنت عايزه اقوله فيها مش موجود في بالي ومش مقتنعه بيه واصلا مش حاساه. فبقيت اعمل ايه؟ اول ما تجيلي الفكره، لانه انا خسرت افكار كتير جدا بسبب الموضوع ده، اول ما تجيلي الفكره افتح الواتساب في الشات بتاعي واكتب الفكره على طول. عندي افكار كتير جدا على الواتساب، منها اللي برجع لها عشان خلاص عايزه اكتب السكريبت بتاعها وعايزه اقدمها، ومنها اوريدي اللي قدمتها. وحتى بكتب النهارده فكره الفيديو، عايزه اتكلم مثلا عن ازاي البنت تختار شريك حياتها، او ازاي البنت تعرف انه مش ده الحد المناسب ليها. بكتب حاجه جت في بالي دلوقتي وانا قاعده بتفرج على حاجه معينه، بكره جت حاجه في بالي تاني فدخلت كتبتها، بعده كذا، وفجاه في اخر اليوم او بعد اسبوع شهر الاقي نفسي خلاص كتبت السكريبت ومقتنعه بكل كلمه فيه لان انا عشتها في اللحظه بتاعتها، وخلاص السكريبت كامل. بس بدات بحاجه صغيره، بدات بان انا كتبت فكره الحاجه اللي انا اوريدي عايزه اعملها، ولو كانت بس بنسبه 1% من الفكره كلها، واحد جنب واحد جنب واحد عملت 100%. بس الفكره ان احنا عشان دايما نشوف النتيجه الاخيره، هعمل قناه يوتيوب او هقدم عليها فيديوهات وهيكون عندي 100,000 مشترك، فتقطلنا لفكره ان انا هكون بقى كل ده علشان اوصل للهدف الاخير. بنحس ان هو ده صعب جدا، بس هو مش صعب، هو بس محتاج استمراريه، ودي تالت نقطه انا حابه اتكلم فيها. الاستمراريه يمكن واحدة من اكتر الحاجات اللي بنفشل سببها في حياتنا، او مش بنفشل لان كلمة الفشل دي صعبة جدا ومش واقعية بالنسبة لي برضو باي ذا واي، انه احنا مش بنستمر. يعني انا عايزة اعمل دايت من يوم ما اتبعثت على الدنيا دي ايه اللي بيخليني كل مرة اعمل دايت اسبوع واخس 2 كيلو اسيبه وارجع تاني اعمل دايت اسبوع اخس نفس 2 كيلو وارجع تاني؟ ان انا مش عمالة بستمر، فمش عمالة بشوف نتيجة. وخلينا نرجع لفكرة اشوف نتيجة دي في الاخر، لانه حابة اتكلم عنها شوية. نسيت كنت بقول ايه. فالاستمرارية ولو بنسبة 1% زي ما قلت لكم، ده اللي هيجيب نتيجة في الاخر. استمري حتى لو انتي ما عندكيش طاقة. يعني لو انتي قاعدة دلوقتي وتفرجي على الفيديو ده وانتي قاعدة على سريرك او راكبه مشروع ومتقدره وحاسه انك مش هتقدمي اي حاجه في حياتك، وحاسه ان كل الناس اللي في حياتك عاملين بيتقدموا في حياتهم وينجحوا ويحققوا، وانتي في مكانك مش بتنجحي في حاجه انتي عايزاها ومش عارفه تستمري، وانس انك قاعده تتفرجي على الفيديو ده في حد ذاته استمراريه. ليه؟ لانك بتعرفي معلومه بتتحفز فيكي حاجه. الاستمراريه مش ان انا اكون زي ما قلت لكم في اول الفيديو بمنتهى النشاط كل مره وانا بعمل الحاجه اللي انا عايزاها وبمنتهى الاندفاعيه واعملها كل مره صح قوي. الاستمراريه ان انا بعمل ولو نسبه 1%، اعملي ولو حاجه لا تذكر بالنسبه لك، فهي في الواقع العملي هي تذكر وجدا. ان الحركه البسيطه بتاعت انه انا عايزه انقص وزني بس انا مش قادرة كل يوم اللي انا امشي على النظام 100% صح، بس وانا قاعدة محبطة قمت جبت جزرة واكلتها بدل ما اقوم اعمل طبق مكرونة بالبشاميل كتير واطلب شيبسي واقعد اكل عشان انا قاعدة حاسة ان انا خلاص الدايت بيبوظ. مع ان نفس الاحساس ده هيروح، او احساس النهم او احساس اللي انا عايزة اضيع الاحساس اللي جوايا ده هيروح لو انا اكلت جزراية. انا استمريت في حاجة، انا بدلت ده عن ده،
فدي استمرارية، مش الاستمرارية اللي انا كل يوم اعمل دايت كويس جدا وانزل جيم وانزل اتمشى واحارب. مفيش حياة كده. سمعت حاجة مؤخرا، للأسف مش فاكرة مين اللي سمعتها منه أو منها، هي كانت واحدة بنت على تيك توك، فكانت بتقول إنه إحنا شكل حياتنا وشكل جسمنا وكذا غير الرجالة، فما تبقيش متوقعة من نفسك كل يوم إنك هتصحي الساعة 6 الصبح تنزلي الجيم وتحاربي عشان خاطر العالم محتاجك ولازم تشتغلي بكل الطاقة، ولازم احنا نص واكتر من نص الشهر هرموناتنا وكل حاجة بتبقى على دماغنا. لو انتي مش في الزون دي دلوقتي فانتي بيجيلك ايام كتير قوي في الزون دي طاقتك مش احسن حاجة، اعصابك تعبانة، افكارك متبهدلاكي، في حاجات كتير قوي بتتحكم فيكي، فما يبقاش اصلا هرموناتك وحاجتك مبهدلاكي وانتي تبهدلي نفسك اكتر انك تشيلي عاتقك حاجات مش المفروض اصلا تكون في بالك. انا كنت عايزه اتكلم في حاجه في النقطه اللي بعدها مش كده، بس انا نسيت انا كنت عايزه اقول ايه. شايفين؟ يا ريتني كتبتها، هفتكر واقول لكم. اوكي، قفلت الفيديو ورحت عشان اشوف انا كنت عايزه اقول لكم ايه. كنت بتكلم عن نقطه ان امتى انتي تعرفي ان انتي فعلا بتشوفي نتيجة افعالك او الحاجات اللي انتي عايز تعمليها. بصي، عندك امتحان بتذاكري له كتير جدا، النتيجة ايه في الاخر؟ انك تشوفي النتيجة، جي بقى 90 80 100. اقولك على حاجة، بس مش دي النتيجة اللي المفروض تفرحي عشانها. بنفرح في الاخر بالنتيجة، بس نتيجة فعلك هو فعلك مش النتيجة النهائية الأخيرة اللي هتجيبي فيها 100%. يعني أنا عندي التعريف ده محتاجة أحفظه، حفظته، هي دي النتيجة المفروض أفرح عشانها، مش إن أنا أكون قاعدة مستنية نتيجة خزعبلية في الآخر، لأن النتيجة الخزعبلية في الآخر هي أصلا مش في إيديكي. انت مقتنعة ده بده أو مش مقتنعة بيه. بس أنا متأكد إن المايك محطوط، اتأكدت. انت مقتنعة بده أو مش مقتنعة بيه، هو ده الحقيقي والواقعي. يعني أنا كنت قايمة النهاردة عايزة أصور فيديو، صورت الفيديو، دي الحاجة المفروض أشكر نفسي عليها، إن أنا قعدت صورت الفيديو اللي أنا عايزة أصوره. ماليش دعوة جاب كام مشاهدة، ماليش دعوة الناس حبته ولا ما حبتهوش، انا عملت الحاجة دي وانا كل روحي وعقلي وتفكيري وكل حاجة مركز مع الحاجة دي. عايزة احفظ حاجة في القرآن، مش نتيجة ان انا اللي افرح عشان انا فعلا حفظت القرآن كله، انا حفظت الآية دي وفهمتها واستوعبتها وعرفت نزلت امتى، عرفت الحاجة اللي هماني في الحاجة دي. دي النتيجة اللي انا المفروض افرح عشانها، ان انا قمت وعملت. انا عارفة انه اوقات كتير جدا، ده اللي كنت بكلمكم فيه من شوية، انه احنا كبنات بنكون مش اللي هو محبطين، مش قادرين، ممكن اعصابك تكون تعبانة، حاسة ان حياتك مش ماشية في التراك اللي انتي عايزة تمشي فيه، مش كل حاجة بيرفكتو زي ما انتي عمالة بتشوفي، غصب عنك، غصب عننا. اما بنشوف بنات حياتها ماشية بروتين والدنيا صيصة ولايصة وفلوس وجيمات وهدوم وميك اب واكسسوارز وذهب وي عيش ان هو دي الحياة البرفكتو اللي انا عايزة اعيشها. انا استحق ده، انتي تستحقي اكتر من ده بكتير، بس ده بيأثر عليكي بالسلب، انك بتحسي ان ده بيجي في يوم وليلة، وده مش حقيقي. بطلي تقارني نفسك بمين عايشة حياتها عاملة ازاي ومين عندها ايه. للأسف غصب عننا بنقارن، حتى لو هو او مش حتى لو هو الأكيد انه مفيش نسبة 1% غيرة جوه دماغك عن البنت دي، او احساس انه اشمعنى هي، اكيد الاحساس ده مش موجود، بس بتبقى في بالك كده اللي هو انا كمان عايزة حياتي تبقى كده. حياتك هتبقى كده، بس انتي بطلي تقارني حياتك بحياتها، لان هي عندها صعاب او عندها حاجات تانية بتقريفها انتي لا تدري عنها شيء. واحد من الاسباب على فكرة خلينا اختار كلمة، هرجع الموضوع ده 100 مرة، فاطمة زوي، ده طريق فاطمة، وانا عايزة ابين حياة فاطمة بأنهي شكل عشان كلنا نحس ان احنا عاديين يا بنات. على فكرة اللي احنا بنفكر فيه ده، وعادي جدا تكوني قاعدة محبطة مش قادرة تفكري في حاجة ومش قادرة تعملي حاجة وحاسة انك ما عندكيش طاقة تعيشي اصلا.
اما يبقاش عندك طاقة تعيشي، ما تعيشيش بجد. اما انتي تكوني قادرة او مش قادرة مش قادرة اعيش النهاردة. اوقات والله بصحى من النوم كده بكلم حد، بس انا مش حدش كلمني، انا مش عايزة اعيش النهاردة. بفضل بقى طول اليوم كده قاعدة محبطة، عمالة طبعا ايه بالنسبة لي انا فاكرة ان انا بقى اخده بريك، بس هو الحقيقة ان انا مش اخده بريك، انا عمالة قاعدة اهري وانكت في نفسي لحد ما سبحان الله. عشان كده بقى اخر نقطة وهي اهم نقطة انا حابة اتكلم فيها، سبحان الله ايه بقى، انه ربنا بيحطك في الطريق اللي انتي فعلا تفصلي فيه. انا بقى فاكره ان انا هفصل عشان ارجع بقى بكامل نشاط وحيويه وكذا، بس انا مش برجع بكامل نشاط وحيويه عشان انا ما فصلتش. فايه اللي بيحصل؟ وتالت او اخر نقطه بقى مش عارفه الرقم كام عايزه اتكلم فيها، هو انه خليكي مع ربنا بالطريقه اللي تناسبك. مش هقولك صلي ركعتين كل يوم في بدايه اليوم بنيه الاستعانه بربنا في يومك، مش هقولك افضلي اذكري ربنا، مش هقولك احفظي قران، مش هقولك اي حاجه. هقولك الشكل الانسب لنفسيتك دلوقتي انك تقومي تعمليه في علاقتك بربنا. قومي اعمليه وما تفكريش مرتين. يعني لو انت بتسمعي الكلام ده دلوقتي وجاب بالك حاسه ان انا عايزه اقرا قران، خلصي الفيديو او ما تخلصيهوش، وقفي عند النقطه دي وقومي اقري ولو سوره الملك النهارده، سوره ياسين، سوره البقره، جزء من سوره البقره. اعملي الحاجه اللي انت حاسه انك قادره تعمليها دلوقتي في علاقتك بربنا بنيه انه يا رب انا تايهه وحطني على التراك اللي انا المفروض امشي فيه. هو هيحطك، ما تلاقيش. احنا فاكرين احنا بس ان عايزه اعتمد على نفسي عشان اكون اشطر وانجح، ما تعتمديش على نفسك اصلا في اي حاجه. وامشي بس بالشكل اللي ربنا عايزك تمشي فيه. سيبي نفسك لربنا. اما تبقي تايهه اقعدي قوليله يا رب، البيت بيتهد ان شاء الله، يا رب حطني في الطريق الصح بكون مريحني فيه. انا واقفة مش عارفة اعمل ايه. افتكري دايما ان كلنا بنحس بنفس اللي انتي حاساه دلوقتي. افتكري دايما انك مش فاشلة، انتي بس ماشية في حياتك. هي الحياة كده، الحياة مش دايما بيرفكتو، الحياة مش دايما فيها طاقة، الحياة مش دايما فيها كل حاجة صح 100%. الحياة عبثية جدا جدا. انتي محتاجة بس تكوني عارفة نفسك او بتنبسطي. يعني انبسطي واشتغلي على نفسك بالشكل اللي يكون مريحك طول الوقت. مش عايزة اطول فيديو اكتر من كده، بس انا عايزاكي تطمني وتهدي شوية، ترجعي تفكري في انتي بتفكري ازاي، انتي عايزة ايه، وابدأي اعملي 1%. لان احساس 1% اللي انتي هتعمليه ومستكترة على نفسك انك تعمليه عشان 100% اللي المفروض تظهري بيها، 1% ده هو اللي هيحسسك بانجاز، وهو اللي هيخليكي تكملي 100%. انا قبل ما اصور الفيديو ده النهارده كنت بقول انا هبطل يوتيوب لحد ما اخس، لحد ما اكون قادره ان اطلع اتكلم معاكم، لحد ما اكون حاسه ان انا 100% قادره اصور فيديوز على يوتيوب. انا كنت اخد بريك 7-8 سنه، كنت اقول 7-8 شهور او سنه لحد ما اكون حاسه ان انا خلاص انا دلوقتي بيرفكت عشان اقوم اصور. وما كنتش مرتبه ان انا 7-8 شهور دول هبقى حارمه نفسي من اكتر حاجه انا فعلا بحب اعملها، هو ان اتكلم معاكم. ده فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا او اتسليتوا او اي حاجه في الدنيا. بس كده يا بنات، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتوا برايكم، وبس كده. باي باي. احيي لا استنوا، دمتم سالمين والسلام عليكم.